بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم النهارده معاكم بعد غياب طويل جدا عن مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا احنا كطلاب بشكل أساسي، وبتقابل معظم الناس في إن هي تقوم بالمهام اليومية بتاعتها أو الشغل المطلوب منها، وهو الكسل. سؤال مهم جدا، احنا ليه بنكسل؟ بالرغم ان احنا عارفين ان احنا ورانا محاضرات لازم تتذاكر، دروس لازم نذاكرها سواء كنا ثانوية عامة او غير كده، او ورانا شغل بنعمله علشان بيجيب لنا مرتب اخر الشهر، برضو بتلاقي النفس البشرية عندها نوع من الكسل ان هي ما تعملش الحاجة دي. وطبعا بندي لنفسنا مبررات بدون اي اسباب، ومبررات غير منطقية بالمرة، وبنحط لنفسنا حاجة واحدة بس: هعمل بكرة. كله كده. فايه السبب؟ ليه احنا بنتكاسل؟ هقول لكم الاول على جمله انا كنت مقتنع بيها، وبدات اغير فكره اقتناعي بالجمله دي والغي الفكره دي من دماغي خالص. وبعد ما تسمع الفيديو وتسمع وجهه نظري كامله، قول لي رايك في التعليقات، سواء كانت الجمله دي صحيحه او انا رايي الى حد ما مقارب للصواب. هنتناقش في الراي مع بعض. طبعا قبل ما ابدا، لايك سبسكرايب، ويلا بينا نكمل الفيديو. نيجي بقى للسؤال اللي سالناه: احنا ليه بنكسل ان احنا نعمل المهمه اللي ورانا او نذاكر الحاجه اللي ورانا ونأجلها، واللي هو بمعنى تاني التسويف؟ احنا ليه بنعمل كده؟ هقول لك بالمنطق: لان العقل البشري عنده قاعدتين ماشي عليهم. اول قاعده وهي قاعده الدوبامين. هو عنده دوبامين، فرحه، سعاده، انت بتحس بالسعاده، عايز تدخل دايما الزوم بتاع الراحه ومش عايز تعمل اي حاجه. ده العقل البشري. طيب تعال نذاكر محاضره او مثلا نذاكر الدرس او نعمل الشغل اللي ورانا. لا يا عم، انا كده هتعب، مش عايز اعمل اي حاجه. ده العقل بتاعك عايز كده، عايز دايما يفضل في الزون بتاع الراحه. السبب التاني، ودي الحاجه اللي هي بتطلع المبررات ليك، يقولك هنعمل بكره، انت تقدر تلم الحاجات دي بكره. الاسبوع الدراسي اتشرح ليا محاضره اورال بيولوجي، انا المفروض كنت اجي من المحاضره اذاكرها، ولكن عقلي قال لي لا، انت تقدر تلمها الاسبوع الجاي مع المحاضره الثانيه. ولا اقول لك استنى لما الدكتور يخلص شرح اول شابتر ولموا مع بعضه. طب بعدين يجي يقول لك ايه؟ لا، اقول لك خليك لمه ولقيت الامتحان. يا عم انت تعرف تلم الدنيا. فده اللي بيحصل. عقلك دايما بيقول لك خليك بكره، انت بكره هتقدر. انت بص، لو عندك 5 مهام النهارده اجلهم على ال5 بتاع بكره وهتعمل ال10 مره واحده. فده الحاجه الثانيه، العقل بيديك مبررات ويديك تحفيز ان انت هتقدر تعمل كل حاجه. من الاخر كده بيخمك وبيخدعك. العادات بتاعتنا مش قادرين نستمر على عادات كويسه. عقلك يقول لك يا عم نام ساعه قوم كمل، ولا يقول لك استنى اذاكر بعد العشاء الجو كويس. طب اقول لك لا لا لا، تقوم ايه بعد الفجر يا عم، نام كده ومش عارف ايه. فدايما بتلاقي مبررات، والشيطان يوسوس للانسان، فخلاص ما بتعملش اي حاجه. طيب يا محمد، ايه العلاج؟ هقول لك انا خضعت لتجربه حقيقي ساعدتني ان انا اتخلص من الكسل ده، ولكن بطريقه غير مقصوده. ايه؟ انا ما كانش قصدي اتخلص من الكسل، ولكن لقيت ان انا بقيت حياتي مستمره لفتره معينه حوالي 60 يوم. بقيت كل يوم عندي مهام معينه مستمره عليها. رياضه مثلا، ليا ميعاد معين للنوم، ميعاد معين للصحيان، لا في جزء لتطوير الذات، جزء للشغل، مش عارف ايه. فاللي هو اليوم بقى مرتب بطريقه فظيعه. هو انا عملت ده ازاي؟ وان شاء الله باذن الله من خلال التجربه دي هطلع لك الخطوات اللي هنقدر نتخلص بيها من الكسل ان شاء الله باذن الله بصوره نهائيه. تجربتي دي اني في اجازه الصيف قلت انا عايز اشتغل. طيب يلا نشتغل. قعدت ادور على شغل، لقيت شغل طبعا في شركه امن، شغل 12 ساعه من 8 ل 8. ف 12 ساعه انت قاعد حرفيا ما بتعملش اي حاجه، انت قاعد 12 ساعه فاضي. ففكره ان انا قاعد 12 ساعه فاضي ولدت جوايا ان انا، طب قعدت مثلا اول اسبوع كده فاتح سوشيال ميديا طول اليوم، زهقت مليت. انا مدمن سوشيال ميديا، ماشي. طول اليوم بعد كده حلقات فيديو ويوتيوب، عمال اتفرج بقى افلام مش عارف ايه، اللي هو بضيع اليوم. برضو مليت زهقت. فلقيت ان انا بعد فتره او بعد اسبوع بالظبط بدات ان انا ادخل في تطوير الذات. ليه ما نزلش مثلا تطبيق زي امريكان انجلش واتدرب عليه في الانجليش، مع اني كنت بادئ التجربه دي من فتره بس كسلت برضو. فقلت يلا ننزله. نزلت التطبيق وبدات اسمع الاساسيات وبدات اذاكر عليه واستمر عليه فتره. لقيت بعد كده ان انا طيب انا الانجليزي دلوقتي مش مكفي، ليه ما اخليش مثلا ساعه يوميه للقران؟ بدات اخلي كل يوم وقت ان انا يبقى ليا مثلا ورد من القران، وان انا احفظ اجزاء او ايات معينه في اليوم. لقيت ان انا كل يوم في ميعاد معين بذاكر فيه انجليزي، ميعاد معين ان انا احفظ فيه قران، ميعاد معين ان انا بعد كده لما بدات ضفت الجرافيك ديزاين، ان انا بدات اتعلم في الجرافيك ديزاين، فبدات ان انا اضيف وقت لكده. فبالتالي لقيت ان انا خلاص انا كل يوم مستمر على نظام. ايه ده، انا بقوم في ميعاد بنام في ميعاد، لا مش عارف بذاكر مثلا في الوقت ده بذاكر انجليزي، الوقت ده انا لسماع القران، الوقت ده لسماع البودكاست، الوقت ده للشغل بس.
فلقيت اليوم مرتب بطريقه فظيعه. انا ما ادركتش كده غير لما بدات احصد، اللي هو انا خلاص خلصت 3 مستويات من الانجليش في فتره اللي هي لا تتعدى حوالي 60 يوم، خلصت فيهم 3 مستويات واتقنتهم وامتحنت واخدت شهادات فيهم في على تطبيق اسمه بيوسو. بدات اتدرب لا امتى اجيب فكره لوج معين، ازاي اعمل بوستر كويس وتشويقي مش عارف ايه. بدات اسمع حلقات بودكاست كتير جدا، يعني انا تقريبا سمعت بودكاست مش قادر اعدهم، انا تقريبا كل يوم كان لازم اسمع بودكاست. فاللي هو انا ايه كميه التطوير دي، ايه كميه المعلومات اللي في دماغي دي، ازاي تعمل مثلا تخطط لمهمه معينه، ازاي تعمل كذا. الشغل بتاعي بقيت منتظم فيه والحمد لله بدون اخطاء او بدون اي حاجه. بدات بعد كده لما الكليه قربت بدات اجيب واسمع اساسيات للشغل اللي عندنا السنه دي ان شاء الله في الكليه. فكميه انجاز غير طبيعيه. دي كانت التجربه ببساطه. تعال بقى نلخص التجربه دي في النقاط اللي هي تساعدنا نتخلص من الكسل. رقم 1 الفراغ، ان انا افرغ اليوم من المشتتات كلها، سواء ان انا امسح وسائل السوشيال ميديا كلها اللي بتضيع وقتي، التليفون احاول ابعده عني قدر الامكان، افصل النت، ما اشحنش باقات نت اصلا اللي هي بتضيع منك وقت كتير جدا. طول ما انت ماسك التليفون الكهرباء حتى بتقطع، انت فاتح باقه على التليفون وشغال، فاللي هو انت مش سايب اي وقت لنفسك. انت في وقت الفراغ مش لاقي حاجه تعملها، يعني انا بقول لك 12 ساعه، فال 12 ساعه دول بدات طب ليه ما ذاكرش انجليزي؟ ليه ما اسمعش بودكاست؟ ليه ما احفظش قران؟ فبدات اتدرج وادخل في العادات واكتسب العادات دي وان انا ارجع اشتغل تاني. رقم 2 هو الانجاز البسيط او الشغل البسيط. يعني مثلا انا لما جيت اذاكر الانجليزي او ادخل في مستويات الانجليزي كنت محدد كل يوم، بالرغم ان انا معايا 12 ساعه فراغ وبالذات ان انا مركز يعني في الشغل اللي انا بشتغله، بس تقريبا زي ما قلت ان معظم اليوم ال 12 ساعه كانوا يبقى فراغ قاعد ما بتعملش اي حاجه. ان انا كنت مثلا ليا درس واحد في اليوم انجليش، ليا بوستر واحد بس اصممه في اليوم، اكتر من كده لا. ليا ان انا اقرا صفحه قران بس، اكتر من كده لا. فبالتالي انا كنت واخد حاجات بسيطه بس بحيث ان انا ايه، يعني زي ما صديق ليا كان بيقول لي ان هو يكتسب العاده. هو انا عايز يعني اعمل انجاز، ولكن نفسك برضو لسه سريع، عقلك عايز الدوبامين السريع اللي يحسسك بالفرح. الانجاز طب احنا عايزين بقى ايه، نشتغل على طول بالجرافيك ديزاين ده في يومين 3، ده مش هيحصل طبعا، ولكن عقلك بيسيستمك كده. فانت اول يوم 4 ساعات ورا بعض شغال، تاني يوم 6 ساعات ورا بعض شغال، تالت يوم ممكن تجيب ال 12 ساعه كلهم شغل، ولكن مفيش استفاده، انت زهقت مليت تعبت. فالقدر الصغير اللي انت هتبدا بيه ده هيخليك تكتسب عاده كويسه جدا. انت لو اتعودت على كده هتبدا تضيف، وده اللي حصل بعديها بفتره، ان انا بعدين بدات ازود الكم اللي انا بعمله. يعني مثلا كنت ممكن اخد درسين 3 في اليوم في الانجليش واتقنهم كمان. انا معايا 12 ساعه بقول لك، وصلت ان انا بقيت بحفظ مثلا في اليوم ربع من القران، وبقيت اراجعه مره واثنين وثلاثه. بدات ان انا في البدايه كنت بسمع مثلا البودكاست على 3 ايام، لا بقيت بسمع في اليوم ممكن اسمع 2 بودكاست والخصهم. فاللي هو الانجاز بدا، او ان انا اذاكر اكتر بدا يزيد مع الوقت، ان انا خلاص حبيت سنس الانجاز، ان انت الاستمراريه هيتم توليدها من الانجاز اللي انت بتعمله. خلاص انت اخدت مثلا شهاده في المستوى الاول في الانجليش، بدات لقيتني ان انا شغال بسرعه، عايز اجيب المستوى الثاني هتقنه. المستوى الاول مثلا انا خلصته 90%، نيجي المستوى الثاني لا انا لازم اخلصه 100%. فانت خلاص ليفل الطموح عندك عالي، وفي نفس الوقت همتك علت وبدات بتزود في الساعات. وكذلك في كل حاجه في حياتنا، انت دلوقتي فضيت الوقت، بدات تاخد جزء بسيط بجزء بسيط، هتبدا تستمر. الاستمرار ده هيولد الانجاز اللي هيخليك تكمل. وهنا بنوصل لمشكله بتبقى الى حد ما كبيره، ان انا ممكن اوصل لحاله التفاخر. وهنا في فرق بين ان انت بتتفاخر علشان وصلت لانجاز معين ومش عايز تكمل، وفرق ان انت بتتفاخر علشان عقلك بيقول لك انت هتلمهم بكره يا عم. طب ما انا لو المهم بكره، طب ما المهم النهارده واجي بكره الم قدهم والانجاز عندي يزيد. عشان تعرف عقلك بيخدعك ازاي. علشان نتحكم في النقطه دي وما نوصلش لدرجه ان انا اتفاخر بالحاجه اللي انا بدات اعملها، او ان انا اظن او اعتقد ان انا هقدر اجمع والم خلاص انا بقيت ملتزم، هنحط قانونين مهمين جدا. اول قانون هو قانون المكافاه. هكافئ نفسي كل يوم. انا النهارده مثلا بدات ان انا التزم واذاكر كل محاضره او اذاكر الدروس اللي عليا، يبقى خلاص في مكافاه بعد المذاكره. وهنا بقى انت بتوصل للدرجه المثاليه اللي احنا عاوزين نوصل لها، اللي هي درجه، انا مش قصدي طبعا بالمثاليه او اللي هي الكماليه، الكمال لله وحده، ولكن انا اقصد ان انت هتبدا تعود عقلك وتدربه ان الشغل والمذاكره بتاعتنا دي هي الفرح، هي الدوبامين. احنا بعد كده بعد ما نذاكر في ساعه نلعب ببجي، في ساعه نطلع نلعب كوره مع اصدقائنا، في ساعه مثلا للجيم، في ساعه ان احنا هناكل مثلا اكله كويسه. فانت كده بتحفز عقلك ان هو يستمتع بالمذاكره وينجزها على اكمل وجه. القانون الثاني
العقاب. يعني انا النهارده ما نفذتش التاسكات اللي انا محددها لنفسي، يبقى خلاص مفيش مسلسل اللي اتفرج عليه النهارده، مفيش مثلا ماتش دوري الابطال اللي انا بشوفه، مفيش خروجه مع اصدقائي، انا خلاص بعاقب نفسي. في جوائز، في مكافآت يوميه، في عقاب برضو. يعني زي ما في مكافاه في عقاب. طول ما انت بتلزم نفسك على كده، مع فتره من الزمن هتلاقي عقلك بيجي بالتعود. وافتكر دايما ان الانجاز ما هو الا نتائج العاده اللي انت بتعملها. يعني لو ماشي على عادات كويسه هتوصل لانجاز. لو كل يوم بتروح ساعه الجيم، اعرف ان انت لا محاله هتوصل لفورمه كويسه جدا مع الالتزام بباقي الخطوات. ان انت مثلا كل يوم بتذاكر المحاضرات اللي عليك، مش بتكسل على حاجه، اعرف ان في الاخر في امتياز. طبعا كل ده بعد رزق وتوفيق ربنا، ولكن الانجاز ما هو الا نتائج العادات اللي احنا بنعملها، او سواء كان الفشل حتى برضو ما هو الا نتائج العادات اللي احنا بنعملها. وده كان رايي في نقطه اللي هو الاستمرار اصعب من ان انت تبدا. للاسف ان انت تبدا هو اللي صعب، انما ان انت تستمر هتخلق دوافع تخليك تستمر. وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات. ده فيديو حكيت فيه تجربتي، والحمد لله دلوقتي بدات ارجع تاني للعادات واتواصل، وان انا احاول اتخلص من الحاجات السيئه اللي في حياتي. وان شاء الله باذن الله قريبا هنتشارك انجازاتنا جميعا. اتمنى تقول لي رايك في الفيديو في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير.